متحرشين بالفطرة. السوشيال ميديا النهاردة جابت حق البنت اللي اتضربت، ولازم محاكمتهم تكون علنية علشان خاطر يبقوا عبرة. بس قبل ما نحكي قصتها عايز اوريكم فيديو خطير جدا. الفيديو ده المتحرش حاول يعتدي على صحيحة صينية، دي كانت راكبة معاه وبتوصل وبذكاء اللي بيحصل. وهنا في سؤال، يا سيد التحرش، انت نازل تشتغل ولا نازل تتحرش؟ انت مش خايف على رزقك؟ مش خايف انك اصلا ماشي على 4 عجلات وممكن يومك ينتهي في لحظة؟ بس خليني اقولها لكم بصراحة، كل ده مش اهم ان البنت دي اصلا ما تتأذيش مهما كانت جنسيتها. وانت وامثالك مش هيفرق معاكم الكلام اللي انا بقوله ده، وبصراحة انت كمان ما تفرقش معانا. بس اللي يفرق انك لازم ما تفضلش مطلوق علينا. تحب نعمل لك حاجة جديدة؟ انا عارف ان انت اللي زيك عايز يتعمل له ابلكيشن اسمه حرشني شكرا. بطلب من كل واحد فيكم ساعد، شارك، انشر، خلي صوتك يوصل وخليك ايجابي. ده اقوى سلاح في الوقت الحالي، وخلينا نستخدمه احنا ونوظفه بطريقة صح. اما عن البنت اللي اتضربت في محافظة اسكندرية واللي اتكلمنا عليها وما سبناهاش، فلازم اقول لك تحية من القلب. تحية من القلب، البنت ما سكتتش وكانت اقوى من اي الام. ولازم اهنيكي واشكرك واكرمك حتى لو بابسط حاجة. انت اخت لينا، والله لو كنت موجود وقتها ما كنت سبتك ابدا. وفي ناس زي كتير كان نفسها تبقى موجودة، تساعد، تحمي، تقف. اللي حصل مش مجرد وقع الضرب، اللي حصل كان امتحان ضمير للمجتمع كله. 3 شباب، واحد يضرب، واحد يصور، واحد يضحك ويفتخر، وفي المقابل بنت لوحدها وقعت واتظلمت بس ما اتكسرتش. تحية للبنت اللي وقعت لكن ما انكسرتش، وتحية لكل واحد وواحدة شارك ونشر وعلق وضغط ورفض يسكت. الشرطة قبضت عليهم والداخلية قالتها بالنص. واحد منهم اعتدى عليها على سبيل التهريج والهزار. تهريج وهزار ايه؟ اللي يمد ايده على واحدة بنت ماشية في حالها، واللي يصور واللي يضحك واللي بيفتخر. شوفوا السوشيال ميديا لما بتتوظف صح، لو الفيديو ده ما كانش انتشر، لو الناس سكتت، كان ال3 دول خرجوا من غير حساب اصلا. لكن دلوقتي الدنيا كلها شافت، والموضوع ما ينتهيش هنا، لان في حاجة مطلوبة. المطلوب محاكمة علنية، محاكمة نقول لكل واحد بيفكر يمد ايده على واحدة في بلد بتحاسب، في ناس بتقف، وفي حق بيرجع. رجاء فعلوا الهاشتاج، شارك الفيديو، واطلب معانا محاكمة علنية. زي ما ضربوها في العلن لازم يتحاكموا في العلن. شكرا لكل شخص ما سكتش، لان البنت دي مش حد غريب، البنت دي اختنا كلنا. وان شاء الله هنسمعك رأي اخواتك البنات ورجالة كتير محترمين، وهنكرمك ولو بشكل بسيط جدا، بس صدقيني هيكون من القلب.